عمرك جربت تمشي وسط المقابر بالليل؟ طيب، هل عمرك سألت نفسك ليه المقابر بالتحديد ليها الرهبة دي؟ الناس بتقول إن اللي بيموت بيرتاح وإنه التراب بيخبي أسرار، لكن اللي حصل في سنة 2004 في قرية هادية جدا في بني سويف، التراب قرر إن هو ما يخبيش الأسرار دي، وقرر إن هو يصرخ ويطلع بشاعة ما كانش حد يتخيل انها ممكن تكون موجودة في المنطقة دي. احنا النهاردة يا صديقي مش بنحكي قصة رعب من الافلام، هي قصة من التراث وبتتحكي على لسان الناس، ولا بنقول اشاعات. احنا بنحكي عن شخص اسمه عزوز، الشاب اللي حول مقابر منطقة اسمها إهناسيا لمسلخ بشري، واللي كان بيستدرج الضحايا بضحكة ويدفنهم وهم لسه فيهم الروح. فلو قلبك ضعيف يا صديقي بلاش تكمل الفيديو ده، لان اللي حصل في مغارة عزوز حقيقي والناس بتحكيه، وممكن نقول ان هو ابشع من اي خيال ممكن يجيلك في كابوس. فجهز معايا كوبايه الشاي واقفل النور وتعالى نرجع لورا بتاع 20 سنه ونشوف ايه اللي حصل في بني سويف. الحكايه بدات في قريه منشاه البديني في مركز إهناسيا. الدنيا هناك كانت ماشيه عادي جدا والناس طيبه وكل واحد في الغيط بتاعه وشغل من الصبح للمغرب. لكن فجأة بدأت تظهر ظاهرة غريبة، العيال الصغيرة والشباب بيختفوا، وأول واحد كان اختفى كان طفل اسمه حسين. حسين كان عيل صغير خرج يلعب ومرجعش، واهله قلبوا الدنيا عليه حرفيا وسألوا في كل حتة ودوروا في كل مكان، في الترع وفي الاراضي وفي القرى اللي جنبهم، لكن للاسف ما كانش فيه اي اثر. وبعدها بشوية طفل تاني يختفي، وبعدين المرحلة تتطور ويبقى الشباب هم اللي يختفوا. القرية وقتها بقى بدأت تعيش في رعب، لدرجة ان الاشاعات كترت وبقى يقال ان في عصابة بتخطف الأعضاء، وإن في ناس بتذبح العيال للجن علشان يفتحوا مقابر فرعونية، لكن محدش كان شاكك في عزوز. طيب مين هو عزوز ده يا صديقي؟ تعال أقول لك. عزوز ده كان شاب من القرية، كان عنده تقريبا 24 سنة، وكان باين عليه الغرب والتعب. وعزوز كان شغال في المقابر وبيساعد الناس في الدفن، وكان بيحفر القبور، يعني من الآخر راجل عارف ربه وساكن جنب الأموات. فمين بقى يشك في واحد بياكل حرفيا لقمته وسط التراب؟ السر كان هيفضل مدفون تحت التراب لولا صدفة واحدة من عند ربنا. وفي يوم 2 مايو سنة 2004 كان في طفل اسمه محمد كان بيجري ورا كلب صغير، والكلب ده جري ودخل حفرة غريبة في منطقة المقابر. المهم الولد الصغير دخل وراه وشم ريحة صعبة جدا. الولد جري ونادى على الناس، والناس بدأت تتجمع واكتشفوا ان كان في مغارة صغيرة محفورة بذكاء تحت الأرض، وكانت متدارية بالجريد بتاع النخل وشوية تراب. والناس لما دخلوا الصدمة بقى كانت فوق الوصف. لقوا جثث، بس مش جثث قديمة يا صديقي، لأ، دي جثث طرية لسه بدمها، ولقوا هدوم عيال صغيرة، ولقوا شنط المدارس، والمصيبة الأكبر إن هم لقوا عزوز واقف هناك وهدومه كلها دم. الناس بقى يا صديقي لما دخلت المغارة المشهد حرفيا كان ممكن يخلي العقل يتجنن. ده ما كانش مجرد حفرة، دي كانت سلخانة بالمعنى الحرفي، وكان عاملها تحت الأرض. ولقوا جثث أطفال متقطعة، ولقوا بقايا أكل، ولقوا 10 جنيه كمان كانت متغرقة بالدم. الأهالي بقى لما شافوا المشهد ده اتجننوا، وكان يا دوبك ناقص إن هم يقطعوا عزوز بسنانهم، لولا بس إن الشرطة وصلت في الوقت المناسب وخدته من وسطهم قبل ما يتقتل. في البداية بقى صديقي عزوز كان بيحاول ينكر، وكان بيقول انا ماليش دعوة، انا لقيتهم كده. بس لما واجهوه بشنطة مدرسة طفل مفقود كانت مستخبية تحت سريره في البيت، عزوز فورا انهار وبدأ يحكي كل حاجة. ومن هنا بدأ الرعب الحقيقي. عزوز يا صديقي في التحقيقات قال كلام يخلي جلدك يقشعر، وكان بيقول انا كنت بستنى العيال وهم راجعين من الدروس او هم بيلعبوا جنب المقابر، وكنت بضحك عليهم وبقول لهم تعالوا افرجكم على حاجه حلوه في المغاره. وكان بيستغل انه شغال في التراب فمحدش هيستغرب وجوده هناك. والبشاعه بقى ان هو اعترف انه ما كانش بيكتفي بالقلق، ده كان بيعمل حاجات مع الجثث لا العقل ولا الدين يقبلها، لانه كان بيتلذذ بعذابهم وهم بيموتوا بين ايديه، وكان بيخنقهم بدم بارد وهو بيبص في عينيهم، ولما يخلص كان بيدفنهم في ارضيه المغاره اللي هو قريب منها. يعني انتوا متخيلين كان بياكل وبيشرب فوق جثث الضحايا بتوعه. لما النيابة سألت عزوز بقى انت كنت بتعمل كده ليه؟ دول عيال صغيرة من بلدك واهلهم ناس طيبين. عزوز رد ببرود شديد جدا وقال انا بحب الموت وبحب ريحة الدم، لدرجة ان الطب النفسي وقتها لما كشف عليه قال ان هو سيكوباتي من الدرجة الاولى، يعني شخص ما عندوش ضمير
ولا بيحس بألم غيره. والأسوأ من كده إنه كان واعي ومدرك لكل حاجة كان بيعملها. وقتها بقى يا صديقي المحاكمة في بني سويف كانت من أصعب المحاكمات، لأن أهالي الضحايا كانوا واقفين بره وبيصرخوا، والقرية كلها حرفيا كانت في حالة حداد ما بتخلصش. وعزوز ما كانش بيقتل أفراد، لا، ده كان بيقتل الأمان في قلوب الناس بتوع القرية دي. والأمهات في إهناسيا فضلوا سنين كتير قوي بعدها بيخافوا إن هم يسيبوا عيالهم يمشوا في الشارع لوحدهم حتى في عز الظهر. وفي سنة 2006 صدر القرار التاريخي الإعدام شنقا لعزوز يوسف يعقوب. ولما تنفذ الحكم في عزوز، الناس في بني سويف كلها وزعوا شربات كأنهم لسه دافنين الشيطان بذات نفسه، واللي كان الشيطان ده عايش في وسطهم. قصة عزوز بتعلمنا إن الغدر ملوش شكل، وإن المجرم مش شرط يكون غريب، هو ممكن جدا يكون الشخص اللي انت بتشوفه كل يوم وبتقول له صباح الخير يا عم فلان. والحقيقة يا صديقي ان الرعب الحقيقي مش في الاساطير ولا في الجن، الرعب الحقيقي في اللي بيستخبى ورا وش بني ادم. واخيرا يا صديقي، القصة اللي انا بحكيها دي للاسف الشديد ملهاش وثائق رسمية ومش هتلاقيها على النت، لان كل الكلام ده حسب حكي الناس اللي في المنطقة دي. فبس كده، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظة على الفيديوهات او حابب نقول اي قصة جديدة. وبعتذر جدا عن فترة الانقطاع اللي فاتت دي، انا بتأسف جدا صدقوا، لكن هي ظروف خارجة عن ارادتي، وان شاء الله نحاول نعوض التأثير ده. بس كده، انا امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.